رياضة ال MMA Mixed Martial Arts أو الفنون القتالية المختلطة. يعني مش محتاجه ترجمه، يعني واضحه من اسمها، فنون قتاليه مختلطه. مؤسسين الرياضه دي كده شافوا بس ايه، يعني ايه اللي مشهور في العالم فنون قتاليه. عندك كاراتيه، مصارعه، ملاكمه، الحاجات دي كلها. بس يا باشا نجمع شويه من هنا على شويه من هنا، وبادنى حد من القواعد يتم تاسيس رياضه الام ام اي. الرياضه دي من ساعه تاسيسها يعني ما كانتش واخده الصيت اللي احنا واصلين له دلوقتي يعني في العالم العربي بتاعنا، اللي يعني عند الكام شخص كده اللي هو متابع شويه للفنون القتاليه والحاجات دي. ولكن بدايه وصول الرياضه دي لينا في العالم العربي كان عن طريق شخص معين. Everything. Alhamdulillah. I know you got this. They don't like this. حبيب نور محمدوف ومباراته الاشهر مع كونر ماجريجر اللي هو موضوع قصتنا النهارده. بس ده كده انزل اعمل لايك، سبسكرايب، فعل الجرس. في ناس يعني بتبقى عامله سبسكرايب بس ما تفعلش الجرس، يعني ايه لازمتها؟ ما مش هوصلك فيديوهات. ويلا نبدا كده. اسالك في مره كده اقول لك يعني مين اكتر شخص ما بيخافش انت عارفه في حياتك، بيعدي بمواقف، يخش في خناقات ولا يهمه، قلبه جامد ميت ما يفرقش معاه حد؟ ممكن يجي في دماغك ناس كتير على فكره، ولكن لو انت ما تعرفش حبيب نور محمدوف انت فايتك كتير، فايتك كتير جدا. طيب حبيب من مواليد داغستان في روسيا، المسلم ملتزم بالدين جدا، يعني من طفولته كده، ويعني المصارعه والفنون القتاليه يعني مشاركه في حياته. ابوه كان المعلم بتاعه او المدرب بتاعه، يعني كان عامل صاله العاب فنون قتاليه كده عنده في البيت، يعني في الدور الارضي عاملها كده، وبيدرب فيها بقى الشباب الموجودين هناك في القريه وكده. حبيب من صغره وهو متعلق بالرياضه وبيتمرن وبيتدرب على طول. الواد كان جامد فيها يعني مش اي كلام. ابوه مثلا يعني وهو بيمرنه كان بيجيب له دببه بريه عشان يصارعها وهو صغير، انا مش بهزر، دببه بريه بجد. حبيب طبعا يعني عدى على رياضات كتير من الرياضات القتاليه، ويعني لكن الام ام اي كانت محبوبه بالنسبه له. الراجل يعني في شبابه كده يعني ايه كان مقفل اللعبه في روسيا. راجل كاسب كل الناس ومخلص كل البطولات، ويعني عامل انجازات بنت لذينه. وهوب من حيث لا تدري كده دعوه من امريكا عشان يجي يلعب في اليو اف سي، البطوله اللي يعني بتجمع المقاتلين من الدول المختلفه، احسن ناس بقى بتلعب رياضه الام ام اي وكده. لو مش عارف يعني ايه اليو اف سي، يعني بس حاجه زي دوري الابطال كده، فاهم؟ يعني حاجه زيها. اليو اف سي دي يعني اكبر محطه او مكان لرياضه الام ام اي، يعني جامدين بس هم اللي بيلعبوا فيه. وجيس وات يا معلم، حبيب يخش 13 مباراه يكسبهم كلهم، 0 هزيمه. الراجل ما خسرش ولا مباراه من ساعه ما دخل البطوله. لو ما تعرفش يعني فحبيب واحد من الناس او الوحيد غالبا اللي يعني ما اتصابش او نزف دم في اي ماتش من الماتشات. هو الوحيد اللي عمل كده، يعني ما فيش حد جه بعده عمل، ما فيش. وفي الاغلب يعني اي مباراه كان بيخشها يعني كان بيخلصها من الجوله الاولى الثانيه، يعني ما بتطولش كتير. عارف انت بقى يعني كل الحوارات دي وال 13 مباراه ما فيش هزيمه وبتاع، كل ده ما شهروش، لا خالص. لا هو يعني كان مشهور في الرياضه بتاعت الام ام اي في امريكا، الناس المتابعين قوي، لكن العالم العربي عندنا وفي العالم لا خالص. اللي كان سبب صيته بشكل كبير عندنا في العالم العربي وفي العالم غالبا هو مباراته مع كونر ماجريجر. اللاعب الايرلندي كونر ماجريجر يعني واحد من اشهر الناس اللي بيلعبوا الرياضه دي في العالم. الراجل ده كان مشهور جدا عالميا، يعني فاهم، معروف بقى ان هو الراجل اللي يعتبر الافضل في الرياضه دي. احتفاليته حتى نفسها يعني كانت مشهوره، اللي هو المشيه بتاعته اول ما بيخش الفئه عنطزه دي، اول ما يخش الحلبه. 6 اكتوبر 2018 ده كان الموعد المحدد للمباراه ما بين حبيب وكونر ماجريجر. الصراع في المباراه ديت يعني بدا قبل الحلبه بشويه حلوين. رياضه الام ام اي يعني مش مقتصره بس على ان هي يعني مجرد انت بتشوف ماتشات، في الماتشات ديت بتجيب فلوس وهكذا. بيقعدوا يعملوا حفلات، يقعدوا يعملوا انترفيوهات مع المصارعين وحاجات زي دي. واحده من الحاجات اللي تتعمل ان هم يعملوا يعني حاجه زي كونفرزيشن او انترفيو ما بين الاثنين المصارعين كده قبل ما يخشوا على الحلبه اليوم اللي بعده ولا حاجه. واحد بقى بيطلع كده يعني يقعد يعني حاجه زي ديس في الثاني. وفي المباراه دي بالذات يعني الموضوع ده بدا يعني من قبلها كمان شويه. الموضوع بدا لما الاتوبيس اللي بيوصل يعني الفرقه بتاعت حبيب جه موصل لسه امريكا، قام كونر ومجموعه الفريق بتاعه راحوا داخلين بقى على الاتوبيس وقعدوا يرموا كراسي وحاجات ويكسروا في الاتوبيس وهكذا. والموضوع بقى قلب بقى حرب شوارع ومش عارف ايه، ويلا يا ولود كذا ويا ولود كذا ويا ولود كذا. ويعني الروسيين ما يتوصوش في الحاجات دي، فاهم؟ يعني هنخش خناقه، لا هنخش وهنضرب ونعور. الموضوع ده كان متصور فيديو واتنقل واتنشر يعني على الاعلام. رد حبيب عليه كان بسيط جدا، ولا ايه الحركات دي مش بتاعتنا، عايز مكان لوكيشن يا باشا، تعالى راجل لراجل ونشوف مين اللي هيكسب فينا. Send me a message like location, I'm gonna come wherever you want, doesn't matter, Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. بعدها بقى نخش بقى في الكونفرسيشن اللي بيعملوه ده ما بين الاثنين المصارعين، ويقعد بقى الاثنين كده قصاد بعض
ويعني كونر يعني استفزاز للصبح. الراجل مش بس دخل في حته بقى استفزاز مصارع اللي هو هكسرك وضربك، لا ده دخل في حته بقى دين بشكل مش طبيعي. ده خاصه ان حبيب مسلم والمسلمين بره يعني مش الطف حاجه عندهم. الراجل بدأ يتريق على مرات حبيب والفرح بتاعه لما كان بيتجوز، ان مرات حبيب كانت لابسه خمار كده فاهم، فما كانش باين بقى منها وشها او اي حاجه خالص. هو اتريق عليها ونزل الصوره وكتب عليها ان ده شبه الفوطه. في المؤتمر اللي كان ما بينهم كان جايب ازاز خمره وكان بيقول له اشرب خمره، ما بتشربش خمره ليه؟ اللي هو يعني تلقيح ان انت راجعي وما بتشربش زينا وكده. I don't drink. Why don't you drink? I don't drink. Why don't you drink? I never drink. I'll tell you some booze at parties. I never drink. You're mad backwards. You're I never dead when I drink. get me hands on you, do you hear me? I never. You're dead. I never drink I'll this drink, shit. get me in. ولكن اللي عجبني بقى في الحوار ده كله هو رد حبيب على الموضوع. راجل هادي جدا، تمام انت عملت شو وحاجه ما فيش مشكله. وده بيبين لك حاجه بسيطه جدا، في اي خناقه في الشارع في اي حوار اللي قادر يضرب بيضرب، ما بيشتمش، ما بيقعدش بقى يقعد يتكلم كتير وبتاع، لا خش يضرب على طول. انا شخص قوي وقدامي واحد اقدر ان انا اعدمه العافيه، فمش هقعد اشتمه، خش اكسر عظمه وافهمه الادب وخلاص وخلصنا. يجي يوم المباراه يا باشا والاثنين يبقوا في حلبه واحده. بالنسبه لي بدايه الخناقه بقى من اول الضربه البوكس اللي اداله في وشه ديت يعني حوار. وعشان ما اطولش عليك، المباراه ما خدتش 4 جولات في ايد حبيب وكان مخلص الليله. 4 جولات يا باشا ضرب واهانه في كونر ماجريجر مش طبيعي. اللي كان عمال يقوله له هو حاجه واحده بس، ليتس توك ناو. وكونر يا باشا الوقت ده وضعيه اللي هو يا باشا بنهزر. تخلص المباراه باستسلام كونر ماجريجر، ولكن بعد المباراه كده تلاقي حبيب احم جاري ناطط من فوق السور وناطط على واحد من الفريق بتاع كونر وعمال يديله في دماغه وبتاع. ما حدش فاهم ليه. طبعا حبيب يعني كسب خلاص ويعني خد البطوله وبتاع ومبروك وكل حاجه، لكن انت عارف يعني تعامل الامريكان مع المسلمين اللي هم انتقدوا الحركه اللي عملها، تخلف ده والرجعيه والارهاب وماذا يفعل وبتاع ده. رد حبيب كان بسيط جدا على الناس دي الحمد لله. ولما اتسال على الموقف اللي هو لما نط من فوق السور كده وراح يضرب واحد من الفريق بتاع كونر، قال ان الاعلام عمال يوجه الضوء على الحوار ده، وقيس ان الراجل يعني هاجم الاتوبيس بتاعي بتاع الفرقه بتاعتي وقعد يرميه بالكراسي ويكسر فيه وبالفرقه بتاعته، والراجل اللي انا ضربته ده كان بيسبني، يسب ابويا ويسب بلادي وبيسب ديني، كل ده انتوا تغطيتوا عنه عادي ووجهتوا الضوء بس على ان طلعت وضربته. في الاخر حبيب ما كانش فارق معاه كل الحوارات دي كلها، هو يعني كسب في الماتش خلاص الموضوع انتهى، ولا فارق معاه راي الاعلام في الكلام ده كله. يعني حتى هو طلع قال انا مش فارق معايا، انتوا مش فارقين معايا في حاجه، فاهم؟ هو الراجل عارف هو بيعمل ايه. في النهايه بعد المباراه دي حبيب انشهر في العالم بشكل كبير جدا واصبح تاني مسلم تاثيرا في العالم، ده بعد فخر العرب محمد صلاح. يعني احنا جامدين قوي. الراجل كمل بعدها في الرياضه شويه ولكنه اعتزل في 2021 وده بعد وفاه والده بسبب الكورونا، اللي قال انه خلاص هو مش قادر يكسب تاني ويفرح من غير ابوه يكون موجود لان هو كان المعلم بتاعه. وبس لعب مباراه واحده مع مصارع امريكي وكسبها برضه يعني كالعاده، وكانت دي اخر مباراه ليه. فيعني قال لامه والله انا هلعب المباراه دي عشان الماضي ودي هتكون اخر مباراه ليه. وبس يا معلم تنتهي كده قصه حبيب نور محمدوف، الشخص اللي بالنسبه لي بعيد عن فكره الرياضه دي نفسها وشهرته الكبيره في الرياضه ديت، هو بيمثل حاجه تانية خالص. هو فكره الشخص المسلم الملتزم اللي على الرغم من الشهره اللي تعرض لها بشكل كبير ما اتغيرش، مبادئه زي ما هي، قواعده زي ما هي، ما فيش حاجه غيرت فيه. مش مثلا يغير من مبادئه عشان يقول للامريكان بص يا معلم ده انا جامد وانا كول وزيكم وبتاع، وكان عارف ان هو هيقابل انتقادات كتير خاصه في امريكا. راجل عادي ثابت على المبدا زي ما هو ولا همه اي حد. دي الرساله انت ممكن تاخدها من القصه دي، ان مهما حصل لك، مهما انشهرت، مهما وصلت لحاجه كبيره، ما تتغيرش المبادئ والدين زي ما هو، دي الثوابت بتاعتك. بالمناسبه حبيب بالنسبه له كريستيانو هو افضل لاعب في كره القدم. I love this guy. فبس يا معلم انت وصلت لحد دلوقتي يعني مش عارف انت مستني ايه، لازم تنزل تعمل لايك لو يعني عجبك الفيديو، سبسكرايب في القناه عشان لسه في فيديوهات كتيره هنعملها وافكار كتيره جايه، فيعني لازم تكون متابع. وبس يا معلم اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. Have some more Ronaldo now. If you say Hala Madrid, we're gonna take picture. Let's go. Stick to your guns, Let's go. DeMarco. Hala Madrid, okay.